أنا يوسف، دايما كنت بدور على الهدوء، على مكان بعيد عن الدوشة والزحمة والكلام الكتير. علشان كده لما لقيت إعلان عن شقة في وسط البلد وسعرها أقل من الطبيعي بكتير ما صدقتش نفسي. الصور كانت معقولة، العمارة قديمة بس الشقة كانت فاضية ومفروشة على قدها. قلت يا بختي. يوم ما رحت أشوفها العمارة فعلا شكلها مرعب شوية، السلالم متآكلة والحيطان فيها شروخ والمصعد واقف من زمان. بس لما دخلت الشقة حسيت بحاجة غريبة، مش الرطوبة ولا ريحة القدم، كان في صمت تقيل، صمت مش مريح. عارف الإحساس إنك مش لوحدك، بس لما تبص حواليك تلاقي نفسك فعلا لوحدك. ما ركزتش، قلت ده توتر أول يوم. جهزت حاجتي ونمت، بس وأنا نايم سمعت صوت دق خفيف، خبط كده ورا السرير من الحيطة. فتحت عيني وسمعت تاني، مفيش. قلت يمكن الجيران، صوت مواسير، حاجات بتحصل. تاني يوم نفس الصوت، بس المرة دي كنت صاحي وعارف إني مش بتخيل. نفس الخبطة، نفس الإيقاع، ونفس الحيطة. قلت يمكن الموضوع بسيط وقررت أشغل نفسي. جبت كام صورة كنت بحبها وقررت أعلقهم على الحيطان. بس وأنا بدق بالمسمار على الحيطة اللي ورا السرير الصوت ما كانش عادي، كان أجوف. قربت عليه تاني، نفس الصوت، كأني بدق على صندوق فاضي. في اللحظة دي حسيت إن في حاجة ورا الحيطة. جبت الشاكوش وبدأت أفك شوية جبس، وأول ما شلت جزء بسيط اتصدمت. كان في كاميرا قديمة جدا مدفونة جوه الحيطة وموجهة ناحية سريري، مش موصلة بكهرباء بس شكلها متثبتة من سنين. مين اللي حطها؟ كانت شغالة؟ حد كان بيراقبني؟ ولا دي من زمان؟ عقلي وقف. فضلت باصص جوه الحيطة كأنها هترد عليا، لكن بدل ما الرد يجي جالي صوت. بالليل وانا بحاول انام سمعت همس، مش خبط، مش صوت خارجي، همس جاي من جوه الحيطة، كأنه نفس، كأن حد بيهمس من جوه، بس الكلام مش واضح. قمت مفزوع وقلبي بيخبط. شغلت نور الأوضة، مفيش حاجة، بس اللي زادني رعب إني تاني يوم لقيت ورقة على الأرض. فتحتها ومكتوب فيها بخط مهزوز، ما كانش لازم تفتح الحيطة. أقسم بالله ما عرفت أنام بعدها. قفلت الباب بالمفتاح، ما فتحتش لحد، ما خرجتش. الورقة دي جت منين؟ واللي كتبها فين؟ تاني يوم قررت أسأل. نزلت وسألت جارة كبيرة ساكنة في الدور اللي تحت. لما قلت لها إني ساكن في الشقة 6 وشها اتغير وقالتلي انت ساكن في الشقة اللي كانت مقفولة، دي بقالها سنين مقفولة. كان فيها شاب اسمه كمال، فضل يقول ان في حد بيراقبه من جوه الحيطان. كلنا قلنا عليه مجنون، بس في يوم اختفى، ولا لقوا جثته ولا حتى ليه أثر. ومن ساعتها محدش قرب من الشقة دي. رجعت الشقة وانا جسمي بيترعش. الليل جه وكنت ناوي اسيب كل حاجة وامشي، بس وانا بلم هدومي سمعت صوت بينادي من نفس الحيطة. يوسف. المرة دي كان واضح، ما كانش همس، ما كانش خيال، كان حد بيناديني باسمي من جوه الحيطة. حطيت ودني على الحيطة وحسيت بحاجة ما تتوصفش. الحيطة بتتنفس، قسما بالله حسيت بنفس دافي بيخرج من جواه. جريت على الباب، فتحت وخرجت. مشيت على السلم من غير ما ابص ورايا، لكن قبل ما انزل الدور الارضي سمعت الصوت للمرة الاخيرة: ما تمشيش يا يوسف. وخرجت، ومن ساعتها مرجعتش. بس اللي عرفته بعدين ان الشقة فضلت مفتوحة ايام، وبعدها